اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مساء الخير ويا مساء السعادة على عيون أحلى المتابعين. ورجعت لكم في فيديو جديد، بس شنو اليوم الفيديو كلش مختلف، أتمنى ينال إعجابكم. طبعا هاي جولة ببيت أختي، اللي هي أختي الوحيدة اللي هي عالم علياء، وإن شاء الله تعرفوها وتشتركون بقناتها. وهاي هنا أنا اليوم آه مو معزومة يمهم، وإنما خالتي سوت عملية وخالتي قريبة عليهم، فاتصلت بيها قلت لها انتي بالبيت؟ قالت ايه بالبيت. فقلت لها أنا جايتكم. فيعني مثل ما يقولون عصفورين بحجر. فحبيت تاخذ لكم هاي بعض اللقطات من بيت أختي. أدري أكثر المتابعين يحبون يعني التغيير، يحبون جولات، يحبون يعني جولة في بيتي أو فد شي من هاي، يعني من هاي النوع. طبعا هاي من هاي الجهة اليسرى صحيات، ومن هاي الجهة عندهم شون مثل ما يقولون فسحة بسيطة أو منور، وحاطة بيه طبخ وسوي يعني تطبخ بيه. طبعا هاي غرفة النوم اللي ما قدرت أصورها أكثر من اللازم. هي خطية قالت مو مهوسة الغرفة ومهوس البيت يعني، بس هي ما شاء الله عليها والله. قلت لها يخبل البيت ورحمة من الله والحمد لله والشكر. طبعا ما قدرت أدخل للغرفة وأصور أكثر من اللازم، لأن شنو مر هواي بالغرفة. فالله يسعدهم والله يهنيهم ببيتهم. يعني هم ما صار لهم تقريبا 5 شهور 6 شهور من شالوا ببيتهم، واللي متابع قناتها يعرف بهذا الشي. طبعا هاي انا جيت اني وغراضي وعلاليقي، وهنا ذا ببيت نخاف يشوفون علاليق او فشي. انا طبعا هوستهم. طبعا اختي هي حلوة وبيتها حلو، ربي يحفظها ويستر عليها. وهاي غرفة بيتها شهد. احنا صح لها غرفة الزعلانات، لان منتظرين اختها الوسطانية على ابواب ولادة، وهاي محضرين لها الكركوت هنا او الللو، ما اعرف شي يصيحوله. وهاي آمنة خانم هنا، هذا الكائن اللي اتوقع بكل بيت عندهم كائن فضائي مثل هذا الكائن اللي عندنا. طبعا هي جتي نعسانة، كلش نعسانة وتعبانة، فلفت راسها ونامت هنا. أتمنى هيك فيديوهات يعني تعجبكم حبايبي. يعني واحد يحب التغيير، مو يكلب بالطبخ وبغسل الماعين وهاي. ولو أنا وين ما أروح أغسل الماعين. قلت لها لأختي خلينا نصور غسل الماعين، أنا أغسل لك الماعين وأصور. كانت تقول لي يلا جيبي الستاند وتعالي صوري. بعدين قلت لها كافية معودة، إلا أفضح روح أقول لهم يعني غسلتم ماعين. وهاي طبعا هنا عجنة لنا عجين مال بيتزا خطية. فقالت اليوم خلينا نسوي بيتزا، بالإضافة للحبشكلات اللي منا ومنا. وجزاها الله ألف خير، طبعا ما قصرت. ربي يحفظها ويخليها إلي. طبعا احنا بس 2 خوات و3 ولد. وهذا التخم اللي خلته هي بالهول كان بالصالة أصلا. وهذن الكراسي البيض مال ذاك التخم اللي بالهول. هاي طبعا صالتها هي. طبعا انا اصور وتقول لي فشلة ما منظفة، ويعني الصالة وهاي. قلت لها والله تخبل وكانها ورد على راعيتها. اتمنى تشتركون بقناتها، يعني هي قناتها حلوة وبسيطة، وتسووا لها واهس. هي تقول اني واهسي خربان وما دا اصور ذاك القد، لان ماكو تشجيع من المتابعين. ان شاء الله انتو قدها وقدود وتروحوا لها وتشتركون بقناتها. طبعا احلى شي بالصالة البردات مالتها كلش حلوات، ربي يديمها عليهم.
صحة وعافية ونعمة وخير وبركة، ويخلي راعي بيتها. طبعا هنا جينا هاي العجينة مال البيتزا، شو ارتاحت لهاي الحركة اني مال انه اثقب بالبيتزا. طبعا زوج اختي هو يصير ابن خالتي وابن عمته لابويا، يعني من كل الجهات. احنا اقارب يعني متزوجين اني ولا اختي. عندنا ابويا يموت على القرايب، كل شي يعشقهم. طبعا هنا سوينا صينيتين، فاختي قالت صوري انتي صوري يعني. قلت لها هاي هي. خير ان شاء الله، انا راح اصور جولة ببيتكم يعني. والله كلش تونسنا الصراحة. هاي هنا هي سوت الصلصة، وانا بلشت تحضيرات وياها بسيطة، يعني ما اقول لكم خطية، بس انكربت اني اكثر شي بالماعين. وين ما اروح مكروبة بالماعين، فلا استقر. طبعا هاي هنا صدر الدجاج، هنا تلسوعنا تلسوع من ورا صدر الدجاج. اقول لها نار جهنم شلونها عيني، لما هذا صدر الدجاج نريد نفلسه ما نقدر من الحرارة. سامعين هذا اللي يقول احنا جينا نشوفكم ما جايين على الاكل، الاكل وين ما كان. هو هذا المثل ينطبق علينا بعد. والله خطية، قلت لها لا تكلفين روحك ولا تدوخين نفسك، عمي قال لنا طماطة وخلنا ناكل. هي الا تخبص روحها. اذا وصلتوا لهنا وعجبكم الفيديو خلونا لايك. وهنا أنا بلشت أقلي الكباب. فهي قالت مو بس البيتزا كباب، خلي نسوي همينة وبوتيتا. وبعدين ولدها ما اجا، وبس اني وآمنة رحنا لها اصلا، يعني ما حد موجود يعني من عائلتها. يعني هاي الهوسة كلها قعدنا بس اني وهي وبتها الصغيرة، واني همينة بنتي الصغيرة، لان البنات ما اخذتهم وياي وكانت عندهم دوامات وهاي. شلونكم بأجواء الشتاء؟ طبعا أجواء الشتاء رغم أنه مغيمة ومطيرة الدنيا وهاي، بس هي تبقى حلوة. بس الشي المو حلو بيها يعني البرد القوي اللي يخليك يعني. أنا أحب هيك أجواء أحسن مما أحتر، يعني أعشق الشتاء أنا. حبايبي أتمنى تدعمون قناة أختي وتشتركون بها، اسم قناتها عالم عليا. أنا ناشرة إلها فيديو على المنتدى، اللي يحب يشترك بقناتها يشترك، وأكون شاكرة إله.
وهاي هنا ترى أنا مخلية البوتيتا بدون ملح، وبعدين إلا تذكرت. وهنا أنا اللحظة الحاسمة، هاي هنا كباب وبوتيتا ويا البيتزا ويا هاي الحواصل. أنا الحواصل ما أحبها، أحب بس الأكباد. وسهمنا وسهمكم العافية، تمنيناكم ويانا، وفي أمان الله وحفظه تعالى. نلتقيكم في فيديوهات أحلى وأجمل وأروع إن شاء الله.